فين جمعيه بلادي دي؟ الاتوبيس الجديد امام موقف العاشر فوق مهد افندي. يعني هنا عند شارع الاتوبيس خطوه. تقولي ايه النهارده وانت جايه الاجتماع بتاع الاتحاد الاقليمي، واحنا شايفين الاتحاد الاقليمي ملم انه يجمعنا فعلا. اجتماع تقريبا سنوي صح؟ تقولي ايه لحضرتك النهارده؟ احنا دايما بنحضر الاجتماع لاخذ قرارات مهمه، لتعديل حاجه في اللائحه او اي حاجه، والاجتماع ده مهم جدا جدا، لان اولا بيعرف الناس في نقاط بتبقى الجمعيات نفسها مش عارفاها، فبيعرفوا بالنقاط او بنقدر نستفيد من الاجتماع ده ان في نقاط احنا مش عارفينها، ولو في اي حاجه عاوزين نستفاد منها او نستشار فيها الرئيس او غيره، هم ادرى الناس بالجمعيات، فبنقدر نفهم الحاجه اللي احنا عاوزينها. يعني احنا هنا بنيجي ناخد معلومه او ناخد الجديد او ناخد اللي الوزاره قالت عليه، بناء عليه احنا بنشتغل عليه ونطبقه. طب تقولي ايه حضرتك، وحضرتك عندك حاجه خاصه بالناس الغلابه او الفئه الضعيفه او الفئه فعلا اللي بتحتاج مساعده في المجتمع؟ والله احنا لازم المجتمع المدني مع كل الجمعيات معانا لازم نكون يد واحده، لان في غلاء في الحياه طبعا وده طبيعي، مش عندنا في مصر بس، لا في الدول كلها، فاحنا لازم نقف معاهم، ولازم كل واحد عنده دعم يقدر يعمله، يا ريت ان كل واحد يقدم الدعم اللي هو يقدرها. احنا بنشوف فعلا إن احنا كمان داخلين على موسم مدارس، والناس طبعا موسم مدارس والحلاوه وحاجات كتير اصلا خاصه بالشارع المصري. ايوه فانت كونك انك تقفي جنب ام كده محتاجه تجيب كشكول لبنتها، محتاجه تجيب قلم، محتاجه تجيب حاجه، وقاعده بتدعي طول الليل وتقول يا رب ساعدني، طبعا ده حاجه كويسه ان احنا فعلا نساند جنب الدوله في ان احنا نتكلف بالفئات الغلبانه او الضعيفه. إيه انت هدفك ايه لجمعيتك او مؤسستك او رؤيتك ايه؟ واحنا كل يوم في تطور، وبيقولوا النهارده في قوانين جديده، احنا جايين نعرفها ونتعلم منها ونشتغل فعلا عليها. هدفك ايه؟ والله انا نفسي ان كل واحد عنده حد محتاج في المنطقه بتاعته ان يغطي المنطقه بتاعته. يا ريت لو كل واحد قدر يغطي المنطقه بتاعته مش هتلاقي حد محتاج يعني وقعت النضاره بتاعتي انا اشتكيك. تشتكي النضاره بتاعتي استنى وبعدين اشتكيني. بيقول لي هشتكيك وتستنى يا راجل واشتكيني. لو كل علي صوتك شويه عشان الناس كلنا تسمع، لان هيطلع على الهوا الكلام ده. طب قولي بقى، علي صوتك بقى وقولي. بصي له وقولي لي علي. لو كل جمعيه تقدر تغطي المنطقه اللي بتشتغل فيها مش هنلاقي حد محتاج، لكن طب انت عندك معلومه احنا كام جمعيه او مؤسسه على مستوى محافظه الدقهليه؟ مش فاكره بالظبط بصراحه. انا اعتقد ان الحاجات دي كتير صح؟ إيه يا دكتور زاهر، بقول لحضرتك ايه، احنا كام جمعيه او مؤسسه على مستوى الجمهوريه ككل؟ يعني 36، يعني تعتبر في كل حي او حيين مؤسسه او جمعيه لو خدمت المنطقه اللي هي فيها. مش هيبقى محتاج خالص. الحمد لله يا ريت. طيب تحبوا تقولوا ايه حضراتكم؟ واحنا فعلا النهارده بنغطي تغطيه مباشره عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللي ملمه بالحكومه ان هي فعلا بتدعمها وواقفه جنب للحكومه، في اللي بيقوم بمشاريع هدوم مستعمله، في اللي بيقوم بكفاله يتيم، لو في كل جمعيه تقدر تغطي الجانب اللي هي متخصصه فيه هنلاقي كل الجوانب الحمد لله هتتغطى، لكن للاسف المشكله الرئيسيه ان احنا بنلاقي ممكن واحده من بلد ثانيه تيجي على الجمعيه هنا، فليه الجمعيه عندها ما تشوفش احتياجاتها ليه وتلبي لها احتياجاتها؟ ليه بتخليها تخرج بره المنطقه بتاعتها؟ لو كل جمعيه طب ما في جمعيات يا دكتوره الموارد بتاعتها ضعيفه ما بيجيلهاش فلوس. ماشي يبقى لازم يكون في ترابط مورد بين الجمعيات، لا غير مورد، ما هم مدينا الفرصه ان احنا نعمل مشاريع استثماريه في الجمعيه. عرفي بقى الشارع ايه المشاريع الاستثماريه؟ ما كل جمعيه على حسب شغلها. ازاي بقى؟ يعني في مشاريع استثماريه انت ممكن تعمليها
تزودي يعني مثلا زي الكمبيوتر، زي دورات، انت ممكن تزودي منها دخل الجمعيه. في جمعيات بتشتغل في مجال يعتبر من اهم المجالات خدمه للمجتمع. تمام، عرفها هي البيئه، جمع ونقل الخدمات. في جميع يعني اي جمعيه او مؤسسه تيجي مع مجلس المدينه او الوحده المحليه تتفق وتتعاقد وياه وتجيب عربيات المحليه، وبنأجر جرارات لو ما عندناش، او بناخد جرارات اعاره وبنشتغل في المشروع دي. ومن انجح المشاريع على مستوى المحافظات اللي الجمعيات بتشرف عليه وشغاله فيها في القرى والارياف. مشروع البيئه اللي هو كان يعتبر من اخطر المشاريع اللي كانت الدوله، والوقت بقى من اهم المشاريع. بقى من اهم المشاريع. والجمعيات بنشوف القوافل الطبية ديت، حد بيقوم بقوافل الطبية مثلا، بيعملوا كل القوافل الطبية. في ناس كتيرة بتبقى عايزة الوقت تكشف، بتروح للمستشفى العام نفسه تلاقي بتاع ب 15 جنيه، كان الأول بيدفعوا جنيه بقى ب 15. التانية بيدفع على ال 40 جنيه عشان تروح المستشفى من مستشفيات الجامعة المستشفيات المدينة. أما أنا بقدم للمجتمع علاج وكشف بالمجان، بعمل بوفر حاجه ان المجتمع بدل ما فيه زحمه على الكشوفات، ايوه بيقل الزحمه، وبتبدا الجمعيات والمؤسسات ديت تعمل الزحمه عندها هي. ناس كتير جدا وفي جمعيات بيبقى عندها علاج بزياده، يعني في ناس بتبقى عندها علاج بزياده بتطلعه للجمعيات، فممكن نعلن عن الادويه اللي عندهم دايما على الصفحه قبل الاكسباير بتاعها يخلص، ونشوف لو اي حد محتاج نديله العلاج ده. وبعدين لو زي ما انا بقول لك، لو كل جمعيه تعمل مشروع، اولا هنحاول نقضي على البطاله. انا كنت عامله مشروع اتحاد اوروبي تشغيل الفتيات في مبادرات العنايه بالصحه الانجابيه، ده مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي. ومشى ويا حضرتك واشتغلت طبعا انا شغلت مجموعه بنات من 100 مزاح، ومجموعه بنات من تلبانه، ومجموعه بنات من سلمون القماش، من فرد سلمون القماش، والمشروع كان ناجح جدا. هو عن الهجره الغير شرعيه، فازاي الست تقدر ان هي تقف في ظهر الراجل بدل ما يهرب ويقع في البحر ويموت ويحاولوا الهروب لبره وكلام زي كده. فبالفعل على فكره واحنا قدرنا نوعي طبقه كبيره جدا جدا من المجتمع في الموضوع ده، ازاي ان الست تقف وتحافظ على بيتها وتشتغل في ظهرها، او يفتحوا مشروع متكامل هي وهو يدخلوا. احنا بنعلمهم، احنا عندنا الفرصه كل جمعيه تشغل ناس بطاله، محدش هيحتاج ان هو يروح ولا يجي، بس للاسف في جمعيات محطوطه على ورق ومش مدفوعه. يعني انا كده يا استاذ، انا لسه مانيش عارفه اعمل حاجه، وده يمكن فرصه. انا مؤسسه النيل العالميه للتنميه واعداد القرى، كل اللي بعمله ان انا اعمل فيديوهات، او انني اساعد حد، او اودي علاج او حاجه، بس ما مكان المعصره مركز بالأزة اهليه. لا، ما انا مش المنصوره، وعشان كده ما حدش عارفها. لا مش محدش عارف، على فكره في ناس في المنصوره كتير جدا مش معروفين، اللي بيتعرف شغل، انا بشتغل، يقدر يقدمه للمجتمع. انا طول عمري شغاله في المجتمع المدني، واحده مطلقه بتلجأ لي، واحده ظروفها عامله جريمه قتل، حد عايز ميه ما عندوش ميه، حد عنده مشكله، انا بحل مشاكل المجتمع كحل عن بناء عن الصحافه والاعلام. انما المؤسسه انا اعلاميه ونائب جرايد مصريه كتيره، فبناء عن شغلي بطلع احل مشاكل الناس. انما ان المؤسسه بتاعتي بطلع احل فيها حاجه انا مش عارفه فعلا لسه اديرها، وبقول ده غلطه مني للمشاهدين. انا لحد الان بقع في مشاكل كتير من حسن النيه مش من سوء النيه، والناس بتستغل النيه الحلوه تستغلها غلط، وده الغلط. بس انت تبع نيتك، لا انت تبع نيتك وتبع ربنا اعلم باللي انت بتعمليه. وانا النهارده الدليل على كده ان انا في وسطكم النهارده، ربنا حب المشكله اللي مقرقاني بقالي اسبوع ومانيش عارفه انام، ربنا حلل لنا فكها النهارده في وسط الناس الحلوه دي، الناس فعلا اللي بتخدم المجتمع المدني. ازاي حضرتك يا استاذ؟ ازيك؟ عرفنا بيه. جمعيه ايه ومؤسسه ايه؟ مؤسسة
مؤسسه حياة جديدة. حياه جديده. هي لسه جديدة يعني. بادئ امتى؟ لسه أسبوع. ربنا يكرمك وتبقى حياه جديده فعلا للمواطن والمشاهد العربي في كل مكان. ربنا يكرمك. وحضرتك صاحبه مؤسسه ايه؟ جمعية نبض الحياة السماحية الكبيرة. السماحيه وبالاسح التوحد، يعني هنعمل بروتوكول ان انا وقتي بتفق وياه ان انا اعمل بروتوكول وياه وان احنا نشتغل مع بعض، نشتغل منظومه جديده فعلا ونبدا في بناء المجتمع من خلاله ومن خلالها ومن خلال فعلا اللقاء اللي في وسط الناس دي. انا فعلا قسما بالله العظيم حاسه النهارده انني في سعاده وحاسه ان ربنا مدلي عرق او شريان جديد ان انا اتنفس منه، والمؤسسه زي ما هي مقفوله وانا مش عارفه اشغلها افتحها للنور من النهارده من خلال الناس دي. الناس ديت ناس فعلا قيمه، ناس لها شغل. الناس ديت انا سعيده فعلا ان انا موجوده وياها، وبقول للمشاهد انا رقمي 0165212232 اللي عايز مشكله في اي مكان، صحافه، اعلام، مؤسسه، انا على استعداد اقدم اي خدمه. اصلا ممكن ان يبقى في بروتوكول تعاون بين الجمعيات وبعض، يعني لو جمعيه عندها لا وفي بروتوكول كمان. انا لما كلمت عميد كليه هندسه قال لي هاتي الورق وتعالي. يعني لازم يبقى في بروتوكول تعاون. لو في جمعيه لسه بادئه ممكن يبقى في بروتوكول تعاون بينها وبين جمعيات ثانيه. يعني انا عامله بروتوكول تعاون مع جمعيه في نشا مثلا تبع نبروت، دي بنودي لها لبس لاهالي البلد والبلاد المجاوره ليها مثلا زياده عندنا. فاحنا عندنا علاج مثلا برضه بنقدمه لها في اكفنه عندنا. لو اي حد محتاج مثلا كفن ممكن تبعتيه لنا. الحالات اللي هي الفقيره اللي ما بتقدرش تجيب اكفان، يعني في بروتوكول تعاون ان احنا ممكن انت ممكن تقدمي لنا حاجه واحنا ممكن نقدم لك حاجه. يعني مش لازم الجمعيه تشتغل باسمها لوحدها. لما يكون ده ممكن ده العمل الاجتماعي اللي بيمس الروح او النفس البشريه، بيمس الناس في بيوتها، ان انا بقدم لك نفسي اهوت، تعالى خد اللي انت عايزه من خلالنا كلنا كده. كلنا بنعمل فالغرض واحد، فلما كلنا نساعد مش شرط يتذكر اسم جمعيه كذا او جمعيه كذا او سين او عين، لا كلنا لو اشتركنا مع بعض وبعدين عاوزين شبكه بيننا وبين الجمعيات كلها، لان في حالات. انا بقول لسيادتك حاجه النهارده، بقول يا دكتور زاهر حاجه لسيادتك النهارده. عارف احنا عايزين نعمل جروب خاص بجمعيات كلها والمؤسسات كلها عشان يبقى في تعاون مثمر فعلا في محافظة الدقهلية، كلنا من خلال بعض. انت ناقصك حاجة، انا ناقصنا حاجة، ده ناقصه حاجة، كلنا نكمل بعض من خلال ايه؟ منظومة واحدة، ان احنا فعلا بنخدم الوطن من خلال التضامن الاجتماعي او الاتحاد الاقليمي. وده وجهة نظر لينا كلنا وعايزين فعلا نقدمها النهاردة. يبقى جروب كامل لينا كلنا بيقدم خدمات للشارع في المنصورة، في بلقاس، في تكنس، في اي مركز كان من خلال الاتحاد. وكل واحد عنده جمعيه او مؤسسه ومش عارف يشغلها ازاي، يبقى يقدم نبذه وهو من خلال الجروب اللي هيتم ده نبذه عن نشاطه او شغله وازاي فعلا احنا نقدر نساعده، وتبقى المساعده جت من هنا وما يبقاش في ايد فعلا ما بتشتغلش، يبقى كلنا بنشتغل صح. وده اللي هنقدمه النهارده من خلال الاتحاد الاقليمي للجمعيات. سعدت بيكم وسعدت فعلا ان انا في وسطهم النهارده. تحب تقول كلمه قبل ما نختم؟ شرفتينا ونورتينا وكل سنه وانتم طيبه. ونتمنى ان يكون لقاء مثمر ان شاء الله لكل الجمعيات. ان شاء الله. كل سنه وشعب مصر بخير. بمناسبه يوم النبي ننتهز الفرصه بقى لمولد النبي يوم 4. خلاص كل سنه وانتم طيبين. على سنه